احنا الآن في مومل جيماري ومعنا الأستاذ عبد الحي بوتو. السلام عليكم. وهو من سكان هذه المنطقة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ فترة وأنا أخرج إلى مدن إقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، أسافر في ربوع السند لأتمتع بالمناظر الخلابة والتاريخية والأماكن السياحية والأثرية فيها. من هذه المدن التاريخية مدينة مومل جيماري. أنوه في البداية أن قصة هذه المدينة قصة غرامية لابنة أحد الملوك القدامى في السند واسمها مومل، وكانت تحب شخصا اسمه رانو، وكانوا من مذهب السيك. وصلت إلى هذه المدينة مارا بمدينة غوركي على بعد منها بحوالي 12 كيلومتر برفقة صديق لي. وهناك أيضا في هذه المدينة التاريخية قابلت صديقا آخر مقيم في هذه المدينة، وهو أيضا يعرف ما شاء الله تبارك الله عن تاريخ القلعة وتاريخ المدينة بكثرة ما شاء الله تبارك الله، وأعطاني معلومات وافية عن المنطقة وعن القلعة. مومل جيماري ممكن تقول عليها أنها مدينة صغيرة، أو ممكن أيضا أن تقول أنها قرية صغيرة. فيها سوق على طول الشارع الرئيسي ليس بكبير، وتتشعب منه طرق كثيرة إلى مناطق شتى من جميع جهات المدينة. ويقال لها أيضا نند كوت. نند هو اسم الشخص أو اسم الحاكم وقت ذاك، وكوت بمعنى القلعة، فأصبح المعنى قلعة الحاكم نند. وجدت قبل القلعة متحف صغير يحوي على تاريخ المدينة وتاريخ القلعة والقطع الأثرية التي استخرجت من هذه القلعة من قبل إدارة الثقافة في السند. يقال أن هذه القلعة بنيت في عهد حكومة راي سهايسي، وفي القدم كانت هذه القلعة تقع بين منطقتين تاريخيتين. الأولى أرور التي كانت عاصمة بلاد السند في وقت ما، والأخرى هي مدينة ملتان، وهي الآن في إقليم بنجاب. أولا كانت من أراضي السند. في تلك الأيام كانت هذه القلعة من أقوى القلاع للحفاظ على المدن الرئيسية في البلاد، وكان نهر السند يعبر بجانبها. وقد كنا تكلمنا في حلقة فيما مضى عن حكومة راي سهايسي وعن حضارة وادي السند في المنطقة. ممكن يأتيكم الرابط في الدائرة البيضاء فوق إن شاء الله الآن. دائما كانت هذه القلعة محكمة، وكان فيها آلاف الحراس من الجيش ليحرسوا الطرق الرئيسية من نهر السند إلى المدن المركزية مثل أرور وملتان وغيرها. وكانت هذه الجيوش تحافظ أيضا بتواجدها على المسافرين والتجار من قطاع الطرق. بعد حكومة راي كانت هذه القلعة لحكومة السومرة، وفي أواخر حكومة السومرة استقلت منطقة ماتيلو لتكون لها حكومة خاصة للججر، وهي قبيلة الججر اسم قبيلة بحكومة راجا نند. كان الحاكم راجا نند، فأصبحت عاصمة بلاده. هذه الحكومة كانت واسعة إلى مدينة غوركي، وفي الجهة المقابلة من النهر إلى مدينة بدين، وإلى مدينة راجستان. أيضا مدينة راجستان اليوم في الهند وليست في السند. فكانت أرور أيضا بعد ذلك من ضمن هذه الحكومة. راجا نند كان عنده 9 بنات، ابنته الثانية كان اسمها مومل، وكانت هذه البنت أجمل وأذكى من أخواتها الباقيات. وكانت تشير أيضا على الحاكم راجا نند في الأمور الحكومية، وكان لها مكانة مرموقة أيضا. فكانت القلعة تسمى نند كوت، أي قلعة الحاكم نند، وكانت تسمى أيضا باسم البنت هذه ابنة الحاكم وهي مومل، فكانت تسمى مومل ماري أو مومل جي ماري، أي قلعة أو قصر مومل. ومومل هذه كانت تحب شخص اسمه رانو. القصة هكذا أن مومل كانت بنت في راجستان، لأن راجستان أيضا كان من ضمن الحكومة.
كانت بنت في راجستان على ضفة النهر قصر عجيب وغريب وكبير ويعني طلسمي، من المستحيل أن يعبر أحد إلى داخل القصر. فأعلنت أنها ستتزوج الشخص الذي يعبر ويأتي إلى داخل القصر، فلم يستطع أحد أن يدخل القصر، ومات في الطريق المئات من الأمراء والحكام إلى أن تمكن رانو من الوصول إليها. والقصة طويلة، لكن نهايتها أن حاكم السند فيما بعد وهو همير سومرو سجن حبيبها رانو، وهذه خرجت للبحث عنه، لكن لم يخرج إليها رانو، فأشعلت النار في نفسها واحترقت وماتت هناك. لذلك تسمى أيضا هذه القلعة باسمها، وهي موملجي ماري. فاتح السند القائد المسلم محمد بن قاسم الثقفي رحمه الله عندما فتح أرور وكان متجها إلى فتح ملتان، واجه من هذه القلعة دفاعا كبيرا، لكن أخيرا تمكن من فتحها بالمنجنيق، ويقال أنه استشهد من جيشه بعضهم الذين لهم مقابر هنا بالقرب، إلا أني لم أجدها. وكانت هذه القلعة بعد ذلك غزت أيضا ملك الهند علاء الدين الخلجي على بعد 10 كيلومتر من القلعة هذه، وبعد ذلك هدمها الملك الأرغوني شاه حسن أرغون بخوف من الانقلابات. ثم بعد ذلك واجهت هذه القلعة المغول أيضا بعد حكومة تالبور، أخذها الإنجليز وهدموها، فلم تكن على هيئتها السابقة منذ ذلك الوقت. وقد تعدى كثير من الناس على القلعة فبنوا بيوتهم على أراضيها، وللأسف الشديد لم تحصل هذه القلعة التاريخية كما هو مثال غيرها من القلاع الأخرى في السند خاصة أهمية من قبل الدوائر الحكومية، من قبل وزارة السياحة والثقافة مثلا. المتحف فيه 3 قاعات متوسطة، في الأولى منها مآثر وعملات قديمة تاريخية وملابس أهل المنطقة الرجال والنساء الثقافية، وكذلك ثقافات بلاد السند الأخرى وما كانوا يستعملونه من أدوات المنزل. والقاعة الثانية فيها مكتب للمتحف ومكتبة صغيرة أدبية فيها كتب الأدب السندي. وقاعة ثالثة فيها صور تذكارية لبعض رجالات السند. نتمنى من حكومة باكستان وحكومة السند الحفاظ على القلاع التاريخية في باكستان، وخاصة هنا في السند، لأنها تاريخ هذه البلاد وأقوام عالم تفتخر بتاريخها. فنتمنى أيضا إن شاء الله أن تهتم بها الحكومات. إخواني وأخواتي، إلى هنا انتهينا من هذه الحلقة. أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وكومنت ولايك ومشاركة الفيديوهات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حتى يكون هذا تحفيز لنا إن شاء الله لمواصلة المشوار. نلتقي إن شاء الله في حلقة أخرى. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجود في موملجي ماري، ماتيلو موملجي ماري. وكان لنا صديق زبير بوتو الله يرحمه، كان يتمشى معنا ونمشي ونسافر مع بعض لين تقريبا يعني حدود الصين، في طول باكستان تقريبا وعرضه، كنا نسافر مع بعض، لكنه في الآونة الأخيرة توفي الله يرحمه. فما كان هنا، من هنا هو أصلا كمان برضو من موملجي ماري. جيت هنا وعزيت مع ابنه، معانا ابنه الأخ بدر الدين الله يرحم أبوه. كان شخص يعني والله ممتاز جدا، يعني شخصية عجيبة.